أرحب بكم مجددا. قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني إنه لا يتهم أي طرف في الضلوع في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بريان بولاية غرداية جنوب العاصمة الجزائر، كاشفا أن لجنة للتحقيق قد تم إرسالها إلى المنطقة. وكانت البلدة قد شهدت اشتباكات عنيفة بين سكانها من عرب مالكيين وأمازيغ إباضيين استمرت 4 أيام، خلفت قتيلين على الأقل وعددا من الجرحى، كما تعرض العديد من المنازل والمحلات التجارية للحرق والتدمير. أكثر تفاصيل حول هذه الحادثة وحول هذا الموضوع استضيف عبر الهاتف من هنا من لندن الكاتب والصحفي الجزائري سليمان بوصوفة. أرحب بك أستاذ سليمان. أهلا وسهلا أستاذ سليم. طيب، ماذا حدث في بلدة بريان؟ ما حدث كانت أحداث شغب اندلعت ليلة المولد النبوي الشريف، وكانت طبعا بين كما ذكرتم في المقدمة بين الإباضية من الشباب الإباضية والشباب المالكية، يعني كانت أعمال شبابية، أعمال سبيانية. قتل على إثرها شاب إباضي يدعى علي العساكر وتم دفنه. السلطات الجزائرية دعمت قوات الأمن في البلدة، بلدة بريان، لكن لم تكن قوات الأمن بالتشديد الواجب يعني دعمه في هذه البلدة التي كانت الفتنة فيها كالنار من تحت الرماد. فاندلعت موجة العنف مجددا هذه الجمعة، يعني الجمعة ليلا قام ملثمون بإحراق حوالي 100 منزل خصوصا في الحي الشعبي كاس حمودة. وما يقوله شهود العيان والذين اتصلوا بنا وما كتب في الجرائد الجزائرية أن هؤلاء الملثمين استهدفوا عائلات إباضية وأجبروها على ترك منازلها، والآن تعيش في مخيمات خارج مدينة بريان. كما تعرض كذلك المالكية إلى أعمال عنف ورد يعني غاضب من طرف الشباب الإباضيين الذين حاولوا الاستنجاد بقوات الأمن، لكن هذه القوات لم تتدخل، فالملثمون عاتوا في الأرض فسادا من الساعة 2 بعد منتصف الليل حتى تدخلت قوات الأمن الساعة 11 صباحا، وكانت حصيلة القتلى دائما في صفوف الإباضية. فقتل الشخص أو يعني شيخ مسن يدعى الدغور وتم دفنه، وقتل أيضا إباضي آخر، والحصيلة الآن 4 أشخاص قتلوا في صفوف الإباضية. أما في صفوف المالكية فقد قتل المدعو مروان وقتل على يد رجل أمن ولم يقتل من طرف الشباب الإباضية. طيب أستاذ سليمان بوصوفة، أنتم تابعتم هذا الموضوع يعني منذ اندلاع هذه الاشتباكات بين سكان هذه المنطقة. هذه المنطقة لم تشهد في السنوات الماضية هذه التعريفات والتقسيمات بين مالكية وإباضية. هناك من يذهب إلى أن المشكلة الحقيقية هي مشكلة التنمية، هي مشكلة بطالة بين الشباب، ومشكلة صراع نفوذ بين قوى في المنطقة، وأيضا قضايا سياسية مرتبطة بتقسيمات سياسية ليست لها علاقة بالتقسيم الطائفي. ماذا تقول أستاذ سليمان؟ نعم، هذا صحيح، وهذه معلومات صحيحة جدا. فالإباضية والمالكية متساكنون منذ قرون في منطقة وادي ميزاب التي تبعد عن الجزائر العاصمة حوالي 550 كيلومتر في الجنوب الشرقي، حتى أن مدينة بريان يعني اشترك في بنائها الإباضية ثم المالكية، والمساجد وخطب الجمعة كلها خصوصا هذه الأيام تؤكد على التسامح والتآخي بين الطائفتين، ولم تحدث هذه الأحداث إلا الآن. فالسؤال المطروح: لماذا يتم الحديث عن النعرات الطائفية وهناك من يغذيها في الصحف المحلية الجزائرية؟ وأقولها صراحة، مثلا جريدة الشروق اليومي أمس تحدثت عن حرق الإباضية لمسجد مالكي، ثم اتضح أنه لم يحدث هذا، وصلى المالكية والإباضية
في المسجد القديم. هناك من يغذي هذه الصراعات. من أستاذ سليمان من وراء يستثمرون في طيش الشباب وفي هذه الصراعات. هناك تهريب للسجائر، هناك نفوذ مخدرات في المنطقة. مدينة غردية هي معبر للمخدرات القادمة من الغرب والمتجهة نحو الشرق. وبالعكس تماما. فلذلك فإنه هذه الطائفية شيء جديد يتحدث عنه الجزائريون الآن. طيب، كانت هناك معلومات عن وصول يعني قيادات بارزة وكبيرة بدون ذكر الأسماء إلى المنطقة وحاولت أن تؤثر في مجريات الأمور، هل هذا صحيح؟ نعم، هناك جمعية العلماء المسلمين، هناك العقلاء من الطائفتين يحاولون إقناع الشباب بأن هذه الطائفية وهذه التقسيمات المذهبية لا تؤدي إلا إلى تعفين الأوضاع. لكن عندما يتحدث المواطن في مدينة بريان وغرداية، بالنسبة للمواطن يعني من الطائفتين، عندما يتحدث عن نفوذ الفساد وعن مافيا الفساد وعن يعني ويدعون إلى إقالة والي الولاية، ويبقى الوالي إلى اليوم تبقى لبيات الفساد، فهذا يعني سؤال مطروح. لماذا لا يقال المسؤولون الذين يحتجون المواطنون في مدينة بريان هذه الأيام، وأحداث الشغب وعدم التكفل بالمواطن والبطالة وكل هذه الأشياء والمأساة الاجتماعية هي التي تغذي هذه الصراعات. فلا يمكن. الكاتب والصحفي الجزائري الأستاذ سليمان بوصوفة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. نسلط الضوء على هذه الحادثة في برامجنا القادمة. كنت ضيفنا من لندن عبر الهاتف. مشاهدي الأعزاء، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من أضواء الأحداث. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.